النهارده هنتكلم عن الفطار. ازاي نفطر في النظام الغذائي اللي احنا متكلمين عليه. اهم شرط معانا في الفطار هو ان احنا ممنوع منعا باتا اي نوع من انواع النشويات خالص. بمعنى مفيش عيش، مفيش مكرونه، مفيش رز، مفيش بطاطس، مفيش نشويات خالص. احنا ليه بنشيل النشويات من الفطار؟ المشكله ان احنا عندنا في مصر ناس بتحب تفطر نشويات كتير قوي، عيش كتير، طعميه، حاجات مقليه. المشكله ان احنا بناكل كربوهيدرات كتير قوي في الفطار. ايه اللي بيحصل؟ مستوى الانسولين في الدم بيتغير كتير قوي. عشان كده دايما بنيجي على الساعه 10 11 12 تحس ان انت همت مره واحده، ما بيبقاش عندك طاقه، الانرجي ليفلز بتاعتك بتنزل. فاللي احنا بنعمله ان احنا هنغير نوع فطارنا. هنغيره ازاي؟ ان احنا نحاول ناكل بروتينز وهيلثي فاتس بس على الفطار. فعشان نبسط الامور هنديكم مثال دلوقتي. مثلا الفطار بتاعي ممكن يبقى فطاري عباره عن بيضتين 3 اومليت معمولين في زيت زيتون، واحط جواهم كل انواع الخضار اللي انا عايزه، فلفل، طماطم، بصل، زي ما انت عايز. ومع فطاري اذا انا بحب اشرب شاي او قهوه بلبن، ممكن اشربه بلبن كامل الدسم بس اكيد من غير سكر. وعشان نبسط الموضوع عليكم اكتر برضو، النهارده هننزل لكم بوست هيبقى فيه كذا اوبشن للفطار تاني غير اللي احنا قلناه دلوقتي.